مراكز فيها مشاكل اليوم والموهبه قلت بشكل كبير. اليوم لما نتكلم يمكن النادي الاهلي، يمكن فريق، لما نتكلم الجيل الذي كان فيه محمد والوائل والجيل الذهبي بالنسبه له، كل جيل الان ياتي وان كان انه حقق القاب لكن قل موهبه. معنى اليوم محمد ابو تريكه لم ياتي لاعب بنفس المواصفات وليس رمي ورود، يعني بالنسبه لي هو يعرف هذا وانت تعرف كذلك. مع انه التكنيك والستايل شويه اي كلام. محمد كان موهوب بشكل كبير، يعني الموهبه هذه غير موجوده اليوم لا في الاهلي ولا والامانه مواهب في مجالات كثيره، يعني انا وانت عارفين يمكن اكثر من المشاهدين. جايين ناويين عليا النهارده. لا مش متفقين والله. احنا تكلمنا في موضوع لم يكن مجهز له، لكن انا اتكلم عن المواهب. وانا اشاهد مثلا المباريات الافريقيه وتابع النادي الاهلي والنادي الزمالك وتابع منتخب مصر، المنتخب التونسي، الانديه التونسيه. في شح فعلا في المواهب بشكل كبير، حتى على مستوى العالم بشكل كبير قلت المواهب. لم يعد هناك رونالدينو، سمي لي لاعب موهوب بشكل كبير كما كان رونالدينو الان. ما في يعني فالمشاكل يعني عالميه وليست فقط. بالتوفيق ان شاء الله، عشان انتوا سويتوا العيال كده. لا مش سوينا. بس بما انك كنت مستخبي ورا الشجر، احنا عايزين نعرف بس كيف الاوضاع يعني. لكن البطوله هذه يطلع منها كثير من النجوم طبعا، في لعيبه الان عالميين في مستوى عالي مروا من الجيل الذهبي بتاع قطر. الجيل الذهبي بتاع قطر كان مشارك فيه. صحيح. اكرم عفيف والولاد الصغيرين اللي كانوا موجودين في نفس السن.